مرحبا، اليوم راح نجرب أسهل طريقة لرسم العين. أنا شفت بعض الفيديوهات على اليوتيوب لرسامين ماهرين طبعا، وكانت رسوم خارقة، رسوم عيون جميلة جدا. لكن المشكلة إنه الرسام المبتدئ أو اللي فيه بداية مشوار لسه ما راح يقدر يرسم هذه الرسوم، والسبب لأنهم يبدون يا إما من الجفن، يا إما من الحاجب، يا إما من تحت العين. راح يواجهون مشكلة لأنه الرسام هذا لما يجي يرسم بنفس الطريقة هو مو متعود على الرسم بشكل كامل. لما يجي يرسم بهذه الطريقة راح يواجه مشكلة وخطأ كبير في المقاسات، لهذا ما راح تطلع الرسمة عنده حلوة. فحاولت إنه أبسط رسم العين وأعمله بطريقة مبسطة إنه حتى الشخص المبتدئ يقدر يرسمها ويطلعها بنتيجة حلوة. طبعا أول شي راح نرسم هذا الشكل اللي هو دائرة اللي تحدد مكان الجفن، مكان الرموش، وأسفل العين. هنا راح تكون عندنا القزحية. طبعا الجفن بيختلف من عين لعين، من شخص لشخص، سمك الجفن أو شكله. لكن أنا برسم عين ناعسة، لهذا السبب حيكون الجفن عندنا بهذا الشكل، لا تحت ولا فوق. هنا راح تكون عندنا الرموش اللي بالأسفل. طبعا هنا حسب انت تريد تخليهم كثيفين أو لا. أنا بالنسبة لي أحب الرموش جدا، لهذا السبب أحب أبالغ فيهم في رسم العيون. التضليل، الظل والضوء، أماكن الظل والضوء هي مهمة جدا، تعطي جمالية وتعطي واقعية كذلك للعين. أنا بالنسبة لي ضعيفة في أماكن الظل والضوء، لأني دائما أرسم من الخيال، نادرا أرسم من الصور. عند رسم الرموش خفف الضغط على القلم تدريجيا، اضغط ثم خفف الضغط.
هنا نعين نقطة الضوء وأماكن انعكاس الرموش. لك الحرية إذا تريد تبدأ بالرموش السفلى أو العليا. أنا عني أحب أبدأ بالرموش السفلى. تضليل القزحية والتفاصيل اللي بيها مهمة وتعطي جمالية، لكن أنا عملتها قزحية بسيطة من دون تفاصيل زيادة. طبعا في الرموش العليا من الأفضل لو تقلب الورقة حتى تسيطر بشكل أفضل على طريقة رسم الرموش. خطأ آخر عند رسم العين هو أن الحاجب يكون يا إما مرتفع كثير يا إما نازل كثير على العين. إذا كان مرتفع ما هي مشكلة كبيرة، لكن إذا كان نازل كثير على العين هنا تروح جمالية العين. فلازم نعمل خط نحدد المكان بداية الحاجب ومكان نهاية الحاجب. بعض الأشخاص يعترضون على جملة قارن رسمك برسمك وليس بالرسوم الأصلية أو الرسم اللي أنت نقلته، بحجة أنه حتى يلاحظون تطورهم. لكن أنا أشوف أن هذا الشيء خطأ، والسبب أنه مثلا أنا أرسم من فترة وعندي أدوات مختلفة وأدوات رخيصة،
مو مثل الشخص هذا مثلا اللي متوفر عنده كل الأدوات وبيرسم من سنوات، وأجي أقارن رسمتي برسمته، ما راح أشعر بالرضا عن رسمتي، وراح أشعر بالإحباط، معنوياتي راح تنزل، وبالنهاية كيف أكون أنا مستفيد؟ لكن لو قارنت رسمك برسمك، مثلا أنت رسمت رسمة كانت تشبه الرسمة الأصلية أو الصورة الأصلية بنسبة 40%، طبعا هذا قبل أسبوع كانت تشبه الرسمة بنسبة 40%. البارحة رسمت رسمة كانت تشبه الرسمة الأصلية بنسبة 50%، أما اليوم رسمت رسمة تشبه الرسمة الأصلية بنسبة 60% و55%. لما تلاحظ هذا التطور أنت هنا تشوف أنك أنت بتتطور. لكن لو قارنت رسمتك بالرسمة الأصلية راح تشوف أنه أنت ما تطورت. مثلا أنك حتقول الأسبوع اللي فات أنا رسمت رسمة وما كانت تشبه الرسمة الأصلية، البارحة رسمت رسمة وما تشبه الرسمة الأصلية، واليوم رسمتها وكذلك ما تشبه الرسمة الأصلية، ما تشبهها بنسبة 100%، غير مطابقة لها. هنا راح تشعر بالإحباط، وعلى الأغلب بالنهاية حتبطل رسم، حتى لو أنت مش شايف إنها تشبه الرسمة الأصلية. مو مهم إنها تشبه الرسمة الأصلية أصلا، المهم إنك تستمتع بالرسم وإنك تحب الرسم. اترك الرسمة الأصلية على جنب، المهم إنك ترسم، لأن كل رسمة ترسمها تدفعك خطوة للأمام، وكل ما تستمر كل ما تصير الرسمة الواحدة تدفعك خطوات إلى الأمام. بالنهاية أتمنى أنكم استفدتوا شيء. أستقبل اقتراحاتكم وآرائكم إما على صفحتي على فيسبوك أو هنا في التعليقات، وإذا جربت ترسموها رجاء ابعثوا لي رسومكم لأني أتمنى أشوفها. شكرا جزيلا على وقتكم.